إذ صار يدل على أجهزة الحكم. المخزن هو السلطة الحاكمة بما في ذلك أمير المؤمنين. إذن كان أمير المؤمنين جزء من المخزن. بقي الأمر هكذا إلى عهد الحماية واستعمار المغرب، حيث قدم أمير المؤمنين البلد للمستعمر الفرنسي على طبق من ذهب. خان المخزن الشعب المغربي آنذاك، بل أصبح المخزن يساعد المستعمر. أصبح القياد والولاة وأجهزة الدولة تعمل مع المستعمر الذي يطحن الشعب. بالمقابل قدم المستعمر للمخزن الحماية والقصور والأموال والنفوذ. وهذا ما يوضحه الفصل الثالث من معاهدة الحماية التي وقعها السلطان عبد الحفيظ. الفصل الثالث الذي نص صراحة ومن دون تلميح إلى ما يلي: دولة الجمهورية تتعهد بإعطائها لجلالة السلطان الإعانة المستمرة ضد كل خطر يمس بذاته الشريفة أو بكرسي مملكته، وهذه الإعانة تعطى أيضا لولي عهده ولمن يخلفه. في المقابل ماذا سيقدم صاحب الجلالة للمستعمر؟ الجواب في البند الثاني: جلالة السلطان يساعد من الآن على الاحتلالات العسكرية بالإيالة المغربية. الدولة الفرنسوية تقوم بعمل الحراسة برا وبحرا بالمياه المغربية. فهنا الحديث واضح بأن على صاحب الجلالة تحويل صلاحيته للعسكر الفرنسي، بل عليه أيضا مساعدة الفرنسيين على بسط احتلالهم للأقاليم المغربية. هذا ما وقع عليه صاحب الجلالة عبد الحفيظ آنذاك. وضح الأمر لكم الآن. المخزن والذي هو السلطة الحاكمة خان الشعب وأصبح مساعد للمستعمر، في حين يقدم المستعمر للمخزن الحماية من الشعب إلى جانب النفوذ والسلطة والمال والخمر الفرنسي وما إلى ذلك. ركزوا معي جيدا الآن. هنا في هذه اللحظة أصبح مصطلح المخزن شتيمة وسبة، بحيث أصبح مرادف للخيانة والنذالة والجبن والعمالة وما إلى ذلك. أصبح المغاربة إذا أرادوا سب شخص ما يكفي أن تقول له أنت مخزني، أي أنك خائن عميل زنديق وغيرها من الأوصاف. اعتلى محمد الخامس العرش رغم أنه كان الأصغر من بين إخوته، لكن المستعمر كان يريد ملك يتحكم به كيف يشاء. لكن الشباب عنيد والأمل دائما في الشباب. المهم خرج لهم من الجنب وأصبح يمتنع عن التوقيع على قرارات المقيم العام الفرنسي. وطبقا لمعاهدة الحماية إن لم يوقع الملك فإن تلك القرارات لا قيمة لها. سيحاول هذا الملك ألا يكون مساعد للمستعمر، وسيحاول أن ينحاز للشعب والمقاومة. انتبهوا، لكن أجهزة الدولة كلها، القياد والولاة وخدام الاستعمار، كانوا لا يريدون رحيل المستعمر لأنهم سيخسرون مكاسبهم. رأس المخزن الجديد وحده من يخالف رغبة باقي المخزن. المهم الرأس الجديد لا يعجب جسد المخزن، وأصبحوا يطمحون في الحكم وإبعاد الملك، وتم نفي الملك. انتبهوا، الآن لدينا في المغرب مخزن، سلطة بدون ملك، بدون رأس، وسيتعاون المخزن والمستعمر من أجل تعيين رأس جديد، ملك جديد مخزني، ما معناه أنه يقبل أن يغتصب شعبه. إلى هنا أصبح مصطلح المخزن بعد أن كان مرتبط بتخزين المال ثم بالسلطة الحاكمة، يصبح هذا المصطلح مرتبط بالخيانة والعمالة والفساد. إذن الآن المخزن يعني السلطة الحاكمة الخائنة الفاسدة التي تستعمر وتنخر بلدها، وكل من يريد الانضمام لها يجب أن يحمل تلك الصفات. وبما أن الملك محمد الخامس الشاب لا يملك تلك الصفات، تم نفيه وتعويضه بملك جديد ابن عرفة بعقلية مخزنية، أي أنه يحمل صفات المخزن، تلك السلطة الحاكمة الخائنة المجرمة في حق الشعب. لكن الشعب المغربي ثار على المستعمر وعاد الملك محمد الخامس للحكم. حصل المغرب على الاستقلال. رحل المستعمر، لكن المخزن الخائن بقي يحكم، لكن على رأسه محمد الخامس، والذي لا يحمل عقلية مخزنية. كان المخزن الآن قد أصبح يتكون من مجموعة من أصحاب النفوذ والمال والسلطة، مكاسب من أيام العمل مع المستعمر، وكانت للمخزن علاقات ومصالح مشتركة بحيث يؤمنون الحماية لبعضهم البعض، لكنهم خائفين. ذهب المستعمر ينسق معهم عن بعد. مات محمد الخامس واعتلى الحسن الثاني العرش. كان يسير على خطى والده، لكن المخزن الخائن قرر أن يتخلص من رأس المخزن الذي لا يحمل نفس عقلية باقي أجهزة المخزن.
نذكركم، المخزن هو السلطة الحاكمة من المقدم إلى الملك، لكن الآن هناك صراع داخل المخزن بين الملك الذي يريد تكوين دولة حديثة ورجال الاستعمار الذين يرون أنهم أحق بالملك من الملك. الأمر لم يعد مثل عهد عبد الحفيظ حيث كان كل المخزن متفق على بيع الشعب. المهم، جاءت محاولات الاغتيال والانقلاب على الملك الحسن الثاني من طرف ضباط في الجيش وبدعم من رجال الاستعمار. صراع داخل المخزن. حاول الحسن الثاني المقاومة، لكنه عرف أنه يواجه قوة ذات نفوذ اقتصادي كما أن لها علاقات قوية فيما بينها. فاستسلم الحسن الثاني واستعمل أسلوب الترغيب والترهيب. العنيد المتمسك برحيل الحسن الثاني ويريد الحكم يتم إرساله إلى تزمامارت، والذين يريدون المحافظة على مصالحهم والاستمرار في نهب خيرات البلد. قال لهم الحسن الثاني: جمعوا الفلوس وخليوا عليكم السياسة، لكم المال ولنا الرقاب. الحسن الثاني أعاد جو الاستعمار: مصالحكم محفوظة، اجمعوا ما تريدون من المال، أما الشعب فهو الطرف الأضعف، أعطاه العصا والحبس، أما المخزن فيسيطر على الثروات. وهذا ما سنشاهده في حلقات خاصة قادمة عن ثروات المغرب. إذن هل قام الحسن الثاني بما قام به السلطان عبد الحفيظ؟ أنا أقول نعم. الأول سلم البلد للمستعمر، والحسن الثاني سلمها لرجال المخزن خدام الاستعمار، وطبعا مستعمر جديد لكن من داخل البلد. فعل ذلك خوفا منهم، فبعد أن نجا بأعجوبة من الموت أراد المحافظة على حياته وقال لهم: لكم المال ولنا الرقاب. لكن أصبح هناك خوف متبادل بين الملك والمخزن، بين رأس المخزن وباقي جسد المخزن. فالملك لا يستطيع محاربة جنرالات الجيش الذين بإمكانهم قتله في أي لحظة، ولا محاربة أصحاب النفوذ والمكتسبات التي ورثوها من العمل مع المستعمر الفرنسي. فهؤلاء يشكلون قوة اقتصادية لا يستهان بها. كان الملك محمد السادس يعرف ذلك جيدا. بعد أن اعتلى العرش عرف أن من كانوا من رجال المخزن بالأمس أصبحوا رجال أعمال في الظل يسيطرون على البلد وخيراتها، وكل هذا بفضل المستعمر والحسن الثاني. عرف محمد السادس أنه لا يمكن الوقوف في وجههم، فقد أصبحوا أقوى من الملك بسبب قوتهم الاقتصادية واتحادهم فيما بينهم. لذا فقد قرر الملك أن يجعل من نفسه قوة اقتصادية منافسة أيضا. من أجل ذلك قرب أصدقاء الطفولة الذين يعرفهم بشكل جيد، حيث يضمن وفاءهم ويثق بهم، مثلا الماجدي. فحول الملك نفسه إلى ملياردير عالمي. أصبحت خيرات المغرب يتصارع حولها الملياردير الملك ورجال المخزن الذين كونوا الثروة بمساعدة الاستعمار والحسن الثاني. هذا الصراع والتسابق من أجل القوة الاقتصادية جعل الثروة تجتمع في يد الملك وبعض العائلات والأسماء، في حين الشعب يموت جوعا، التنمية في تراجع، التعليم في تراجع، المعيشة تصبح صعبة يوما بعد يوم. النظام القائم اليوم هل يمكن تسميته بالمخزن؟ نعم، فالسلطة الحاكمة هي المقصودة بالمخزن، رغم أن هناك صراع داخل المخزن بين الملك وطرف آخر يتكون من أثرياء صنعهم الحسن الثاني وقبله الاستعمار. رغم الصراع بين أطراف المكونة للمخزن إلا أنهم جميعا يكونون المخزن. فرحلة مصطلح المخزن بدأت من مخزن الأموال ليشمل بعد ذلك أمير المؤمنين وسلطته، ثم أصبح مرادف للخيانة في عهد الاستعمار، وفي عهد الحسن الثاني أصبح يشمل كذلك من يحكمون بطرق غير مباشرة عبر السيطرة على البلد وخيراتها في الخفاء، وأصبح اليوم يشمل كل هؤلاء. أما السلطة المنتخبة فهي حديثة ويتم انتخابها من الشعب، وهي مجرد ديكور ولا تحكم، ويتم وصفها بالمخزنية من طرف الشعب أحيانا فقط كسبة أو شتيمة، أو لإرسال رسالة لها أنها أصبحت خادمة للمخزن. وبما أنها لا تحكم ومجرد ديكور ومتحكم فيها فهي ليست من المخزن. فعندما نتكلم عن المخزن نتكلم على قوى تحكم وتتحكم في البلد، سواء بطريقة مباشرة مثل السلطة الحاكمة أو بطريقة غير مباشرة كالذين سلمهم الحسن الثاني خيرات البلاد ومن قبله الاستعمار. المخزن هو السلطة الحاكمة الغير منتخبة المتحكمة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المخزن يقاوم، لذا نرى تصرفاته مثل تصرفات الاستعمار، مثلا تجهيل الشعب، استغلاله، سلبه أبسط الحقوق، معاملته على أنه مجرد عبد. كل هذا لكي لا يصبح الشعب شعب مثقف واعي، لأنه آنذاك ستكون نهاية هذه المنظومة من الفساد وهذا السرطان المخزن. وسيتم حينها تحديث النظام ليصبح نظام المؤسسات الذي يجعل من المواطن الأهم، حيث تعمل جميع أجهزة الدولة لخدمة هذا المواطن، وذلك باعتبار أن الوطن ملك مشترك يجب أن يستفيد منه الكل، كما هو الحال في الدول المتقدمة بريطانيا أو إسبانيا مثلا. يجب أن نتوقف عن استعمال مصطلح فضفاض مثل مصطلح المخزن، والانتقال لتحميل المسؤولية بشكل مباشر وبالأسماء لمن يجب أن يتحملها، والإشارة للمسؤول بشكل مباشر من المقدم إلى الملك، وحتى المتحكمين بشكل غير مباشر فهم معروف